والله أنا اتشرفت جدا النهاردة إن أنا أحضر الجمعية العمومية للجنة اللجنة البارالمبية، والحقيقة أدارها بحرفنة عالية جدا أستاذ عماد. هي مشيت يعني بطريقة ممتازة الحقيقة وسلسة جدا، وغطينا كل البنود اللي كانت موجودة في أجندة الأعمال. وكان في نقطتين بالنسبة لي كانوا مهمين جدا. إن عرفنا أو أستاذ عماد كان بيقول إنه في 4 عقود رعاية موجودة تحت النظر، وإنه عن مقربة إن شاء الله هيبقى في إمضاء كمان بالنسبة شركة عقارية. حضرتك عارف طبعا انه الرياضة حاليا بتساوي فاندنج، يعني محتاجين ده، يعني موضوع معروف. فوجود المشروع ده بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا وخبر سعيد جدا بالنسبة للاتحاد كلها. الحاجة التانية برضو اللي أسعدتني جدا إنه أستاذ عماد قال إن هيبقى فيه لقاء شهري بإذن الله، وأنا أعتقد إن دي فكرة هايلة مهمة جدا بالنسبة لنا، يبقى فيه تبادل آراء. مش عايزة أقول إن إحنا نقدر نعرض مشاكلنا، بس هو ده اللي هيحصل. وهم يلاقوا لنا حل، اللجنة البارالمبية. لكن دي حاجة فعلا الكوميونيكيشن الدائم ده مهم جدا جدا. اعتقد ان يبقى فيه نتائج كويسة بالنسبة للطرفين ان شاء الله. انا شايفة ان دوليا عالميا الاهتمام بالرياضات البارالمبية بيزيد كل يوم، ومن هنا مسؤولية اللجنة البارالمبية برضو بتزيد، ودورها مع الاتحادات بيكبر. وبالتالي طبعا زي ما قلت لحضرتك انه الحته الماليه او الماديه مهمه جدا، ومعلش هم بقى هيستحملوا طلباتنا الكتير المستمره، لكن احنا يعني برضو كل ده علشان خاطر لعبتنا نرتقي بيها ونطورها، ونقدر برضو ان احنا نبقى منافسين اقوياء في البطولات الدوليه والعالميه، ونعلي اسم مصر. هو ده غرضنا الاساسي. اللجنه البارالمبيه خلاص خلصناها.